لفت كرة من عبد العزيز ابو شقرة عالية والرأسية، هدف اول، هدف في الدقيقة 41، رأسية من دوريس سالامو الكونغولي يسجل. كرة يستغلها فريق نادي الفتح في رمية جانبية طويلة على مرمى الهلال داخل منطقة الجزاء، والتمرن عليها كان واضح والاتفاق عليها كان واضح، ودوريس سالامو يقفز عالية فوق الجميع ويسجل كرة عبد العزيز ابو شقرة العرضية على يمين حسن العتيبي. هدف اول لصالح الفتح، هدف اول في الدقيقة 41. نتابع هذه الكرة العرضية العالية ودوريس سالامو تجد الدعم الكبير من جمهورها والتواجد، تصل للهلال، سلطان البيشي ينفرد والكرة تصطدم ويسجل التعادل، يسجل في الدقيقة 6 على دفعتين. سلطان البيشي يسجل للهلال ويحصل للهلال على ما يريد مع الجمهور الكبير وصيحات الجمهور الكبير، يتقدم بإصرار. المرة الأولى صدها عبد الله العويشير، ولكن في المرة الثانية كانت الفرصة مواتية تماما وتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 6 عن طريق سلطان البيشي. سلطان البيشي هذه عادة مرة أخرى، والكرة الأمامية الممتازة اللي كانت، الكرة الأمامية الممتازة اللي كانت من ويسلي لوبيز. ويسلي لوبيز هو من مر الخروج موفق من حسن العتيبي. 4 دقائق أخيرة الآن، مقطوع الكرة بالخطأ، محاولة لصالح الفتح والتسديدة، هدف ثاني، هدف ثاني للفتح. أيضا دوريس سالامو يسجل نفسه 6 لاعب في دوري زين السعودي للمحترفين، يسجل ثنائية، 6 لاعب مع الأسبوع الثاني يسجل ثنائية في مباراة واحدة. دوريس سالامو الكونغولي استلم كرة خطيرة مع الدقيقة 42 من زمن شوط المباراة.